قربوا مني يا ابني، قربوا مني. بتقول يا سيد؟ اللي بيساوم حد المفروض ان هو بيختار. بيخطفوا. طب ما انت قتلته يا سيد يا محمد. هقول لسيادتك انا ما اعرفش الطفل ولا اعرف حد من الناس اللي ممكن انهم يكونوا بيعرفوا يعملوا الحاجات دي. فبالتالي لو انا فكرت في موضوع الخطف فالموضوع ده بالنسبه لي صعب يعني، او محتاج معاك حد يعني. وانا ماليش علاقه بالناس اللي هم ممكن يقدروا يعملوا الحاجات دي او كده. فالفكره اللي جت في دماغي ان هو يبقى قتل بس الجثه تختفي، فاللي يبان ان هو خطف. يعني الفكره اللي جت في دماغك ان انت تقتله فيبان ان هو وبعد كده تتخلص من الجثه يعني. فيبان ان هو خطف. طب هتساوم اهله ازاي بقى بعد ما انت قتلته وخطفته يعني كده؟ ما كانش حد هيعرف ان هو لسه يعني كنت هتساومهم على اساس ان هو ما زال عايش يعني. ما كانش في دماغك الا الفكره دي. طب ايه بقى اللي خلاك يعني تراجعت عنها تاني؟ ولما عملت الفيديو ده ومسحته واتصلت باهله تراجعت تاني ليه؟ ان انا ما كملتش يعني. ما كملتش. علشان بقى في شرطه وكبروا في البلد والموضوع بقى فيه قلق كتير. بدأ في نوع من تضييق الخناق عليك يعني. حد ضغط عليك يا سيد عشان تقول الكلام ده؟ يعني انت النيابه لما يكون بيحقق معايا وسالني اقوالك ديت لو جالك محامي وقال لك غيرها هتغيرها، قلت له لا. مش هتغير اقوالك يعني. السبب في كده ان ديت عدل ربنا لازم يكون من الاخر. عدل ربنا لازم يتم الاخر. انا اخطات وموجود خطا صغير ولازم في النهايه يجي له حقه. ندمان يا سيد؟ الندم ما هوش كلمه، الندم لازم يكون احساس ندم من الواحد. يعني انت اعترفت ان انت اخطأت في حق ايهاب يعني. في حق ناس كتير، اهلي وكل الناس اللي اتصدموا فيا في حاجه زي كده. طيب مش عايز تقول لي حاجه يا محمد ولا حاجه؟ الحاجه الوحيده اللي انا عايز اقولها بما ان في كاميرات وفي تصوير، يعني المذنب هو انا، اللي عمل الحاجه ديت هو انا. ما حدش فيش اي بني ادم تاني له ذنب في اي حاجه. يعني ما حدش اشترك معاك ولا حد ساعدك ولا حد كان معاك زي ما بيقال يعني. وحاجه كمان يعني في الحالات اللي زي ديت بالنسبه مثلا للاهل بيبقى فيها نظرات غريبه ليهم من الناس، فالحاجه اللي انا بطلبها يعني رفقا بهم حتى في النظرات، هم زيهم زي اهل الفقير وزيهم زي باقي اهل البلد. اللي هو اهلك يعني؟ تقصد اهلك يعني؟ ايوه تقصد اهلك. لا هم مصدقين ولا هم لحد دلوقتي قادرين يفوقوا من اللي حصل. يعني انت اللي قمت بالمهمه دي لوحدك، ما كانش معاك حد. تطلب الرفق باهلك برضو يعني. ماشي خلاص يا محمد، انا هندوب لك محامي يجهز المرافعه، لان لازم يبقى في محامي ينتدب يترافع عنك يعني، يحقق قانونا يعني. ماشي رجعوه تاني يلا يا جماعه. هاجي لها يا جماعه لحضور لندب محامي يترافع عن المتهم، وده حقه يا استاذ محمد يعني. واظن والده كمان زمانه عارف الكلام ده يعني، والده زمانه عارف الكلام ده. فانا هضطر بقى مش هاجلها خلاص، هوديها دور مقبل يعني، وتحديدا 21/4. يعني الدور المقبل يعني يوم الاحد الموافق 21/4، لان انا ما عنديش فرصه، انا عندي بكره الخميس. وفرصه كمان